السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. حواشركم مبروكه، كنتمنى ان شاء الله رمضان يدوز عليكم بالصحه والراحه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم جبت لكم كنافه اقتصاديه، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل جرس الجرس باش يوصلوا كل جديد. نخليكم مع مقادير والطريقه ديال التحضير، فرجة ممتعة. هنا ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير في نفس الوقت. هنا عندي كاس ديال سنيدة ونص كاس ديال الماء. غادي نصايبو القطر اللي غنسقيو به الكنافه ديالنا. هنا كنديرو هاد القطر ديالنا فوق النار، كنخليوه حتى كيذوب لنا السكر وكيبدا يتغلى لينا داك الخليط. عاد كنطفيو عليه النار، كيجي على هاد الشكل هذا. كنديروه في شي بول بحال هكا باش يبرد، ضروري خصو يكون بارد باش يعقد لينا. غنجيب الكنافه ديالي، انا عندي 250 غرام طابعه، نقطعها بالمقص، وإلا بغيتي تقطعها بيدك حتى قطعها بيدك. انا بعد ما قطعت الكنافه ديالي كلها كتجي على هذا الشكل هذا. هنا غادي نخليو على جانب. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، كنذوبوها على النار حتى تولي لنا بوغ نوازيت، حتى كيتصفى من داك الماء كله عاد كنستعملوه. هنا بعد ما دابت لينا الزبده ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كنخويوها فوق الكنافه ديالنا وكنبقاو نبسبسو الكنافه ديالنا بحال الا كنبسبسو السميده حتى كتلبس هذاك شعيرات الكنافه كلهم بالزبده. هنا بعد ما لبست الكنافه ديالي كلها بالزبده، انا غندوزو للكريمه. انا عندي نصف لتر الحليب، عندي هنا 3 المعالق ديال السكر كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا 3 المعالق ديال النشا الذره اولا مايزينا. نحركوهم جيدا ونضيفوهم فوق النار حتى كيعقد لينا الخليط. هنا بعد ما عقد لينا الخليط كيجي على الشكل هذا، كنضيفو عليهم 2 بيرلي اولا جبن كريمي، اي جبن كريمي، اولا 4 القطع ديال كيري هو كيجيو زوينين. هنا كنخلطو الدانون ديالنا مع كريمه اللي صايبنا، كنحركوهم مزيان حتى كيتخلطوا لنا العناصر.
هنا غنخلي الكريمه ديالي على جنب. هنا غنجيب المول ديالي، انا ندير في هذا المول اللي عنده هذاك ديال الزاج يديره. غندير الكنافه ديالي في المول. الا كانت تعقدت لينا شويه كنحلوها بيدينا بحال هكا عادي. كنبقى نضغط عليها وما ننساوش الجناب حيت نطلعوها حتى من الجناب باش الكريمه ديالنا ما تخرجش لينا. كنضغط عليها بحال هكا ولا نجيبو كاس ونضغطو عليها. نوصيكم ما تنساوش الجناب ديروهم باش ما تخرج ليناش الكريمه ديالنا. كنضغطوا عليها بالكاس مزيان بحال هكا حتى كتشد لينا الفورمه ديال القالب ديالنا. هنا غنضيفوا الكريمه ديالنا على الكنافه. كنقادو الكريمه ديالنا على حساب المول ديالنا بحال هكا. هنا غندوزو نحطو الكميه الثانيه ديال الكنافه. انا كنعتذر الفيديو كان تمسح ليا. كنحطو داك الكميه اللي بقات كنحطوها فوق الكريمه على هذا الشكل هذا. كنضغطوا عليها بشويه حتى كتقاد لينا الطبقه ديالنا. كندخلو على الفران مسخن من قبل على درجه الحراره 180. كنشعلو عليها من التحت حتى كنشوفوها بدات تطيب من الجناب عاد كنشعلو عليها الفوق. هنا بعد ما خرجت الكنافه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. انا خليتها تحمرت شويه. كنسقيوها بهذا القطر هذا. شوفوا كيف كيجي ثقيل. كنسقيوها به كلها وهي سخونه باش القطر ديالنا يشرب لينا. اللي كنسقيو الكنافه ديالنا كنخليوها تبرد حتى كتبرد مزيان. عاد كنقلبوها في طبق ديال التقديم باش الكريمه ديالنا كتشد راسها مزيان. عاد نقلبوها في طبق ديال التقديم. هنا بعد ما بردت لينا الكنافه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. انا غنزينها بالكركاع. بالنسبه اللي عنده البيستاج يزين بالبيستاج. هي صراحه كتكون بالبيستاج كتجي رائعه بالبيستاج. لكن انا اللي عنده شي حاجه يدير بها اولا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو اون كاسي. انا غادي نقطعها معاكم باش تشوفوا كيف كتجي.
هانتوما شوفوا كيف كتجي رائعة. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، واللي عجباتو ما ينساش يدير لايك، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا، والى الفيديو القادم ان شاء الله.